عاملين ايه يا شباب؟ النهارده كده هيبقى احداث شابتر 5 النهارده ان شاء الله في الفيديو ده. عادة قبل ما نبدا كده الفيديو صلي على النبي عليه الصلاه والسلام وتوحد الله لا اله الا الله. بعد لما رحنا الجزيره دي ارثر مورجان اخيرا بيشوف الناس المتوقعه من العصابه. So, where the hell are we? We are on the island of Guam. بس بيطلع عليهم ناس زي الخفر السواحل كده ورئيسهم اسمه فوزار. Sugar plantation in the northern. بس يشاء القدر وفي عصابة بتكون بتهاجم خفر السواحل دول وفوزار ورئيسهم العصابة اسمه هيركيول. وللأسف غفير سكويلا بيتخطف من خفر السواحل. Can rest. Can we trust you? I don't see you have any choice. I am the only one who can arrange a boat for you. But I need something in return. Help Leon with that group of escape workers and then come meet me at the fort. بس أرثر ممكن بيتخطف من واحد رتبة عالية في الجيش أو من خفر السواحل دول. بس بنعرف نعلم عليه وبندغدغ وشه ده وعظمه وكل حاجة والحمد لله بتنجح العملية بنجاح وبنهرب. بس داتشوك بيقرر يهرب غفير سكويلا من خفر السواحل، بس كان لازم يستعين بحد وما شافش غير ست عجوزة كده. غير الست العجوزة دي فبيقرر ان هو بيديها دهب كده علشان تسكت. وطبعا الدهب ده كان زمان يعني معمول 300,000. بس طبعا لما بيخرجها بتقول له ادفع كمان. وهو جاله كده حالة غريبة اللي هو ما بقاش بيثق في اي حد خالص وقرر يقتلها. Okay, More. just a second. Pay more. Pay now. Dutch? What are you doing? Jesus. Easy, Dutch. What was that? Horrible old crone. But you killed her. She was gonna betray us, Arthur. Couldn't you tell? No. Well, I got some Spanish. She was. You keep killing folk, Dutch. I am just trying to make sure that some of us survive, Arthur. Now, shall we proceed? I guess. بس بنشوف غفير سكويلا هو مربوط في حمار كده. انا معرفش ايه المتعة اللي بيعملوه شلة المعاتيه دي، استغفر الله العظيم. بس الحمد لله يعني بينجحوا في اللي بيهربوه وبنجري من الجيش ده وبنرجع القلعة اللي فيها هيركيول وجيشه. بس لما بنرجع بيحصل حرفيا مجزرة بين خفر السواحل وجيش هيركيول. بس الحمد لله بننتصر وبنرفع علم مصر حر، والمرة ندعي لإخواتنا في فلسطين إنهم ينتصروا. وكمان بنعلم فوزار الدرس المحترم المتين وبيموت وبيتكل على الله، مش عارف بقى يروح الجنة ولا النار. بس إن شاء الله النار علشان احنا ايه، ناس طيبة وهم من الأشرار يعني إن شاء الله كل حاجة. واخيرا بنركب السفينه وبنروح بقى على امريكا. بس لما بنوصل شادي بيل بنشوف رساله من واحده اسمها كارولاين او كارلين لواحد عندنا اسمه انكل، وبتعرفنا ان هي موجوده في مكان اسمه ليكي. وبنتفاجئ بالبينكرتونز بيطب على شادي بيل. بس الحمد لله بناخد بعضنا وبنهرب وبنروح ليكي فعلا وبنلاقيهم. All done. بس برضه بنتفاجئ ان البينكرتونز برضه بيجولنا المكان، والحمد لله برضو ان احنا بنكسبهم. هنا بقى تشوف داتش ملوش امان فعلا. ابيجال بتقول له انا عايز جون علشان هو مسجون. فطبيعي جدا المفروض رئيس عصابة يقول له تمام ماشي. بس هو بيقول لها لا مش فاضي بصراحة. لا وكمان البوليس هيجي لنا احنا مش فاضيين بقى وهيجي لنا وجع دماغ. فطبعا لما بيمشي ارثر مورجان بيقول لها انا هساعدك انا وسادي ادلر. فبيسكتوا ابيجال يعني بكل حاجة، بس فعلا هيساعدوها يعني وهتشوفوا يعني كل الكلام ده. بصوا يعني المفروض دلوقتي مش عارف اشرحها لكم ازاي، بس ارثر مورجان كان المفروض يساعد سادي ادلر المفروض يهربوا جو مارستون. بس وهو رايح لها تعب في نص الطريق وراح الدكتور فقال له خليكم مع المحادثة وانا مش عايز احرق لكم اي حاجة. Let me see your tongue. Say ah.
What is it? It's not good news. I guess that. You got tuberculosis. Really sorry for you, son. It's a hell of a thing. What do you mean? You're real sick. It's a progressive disease, and you'll be... Now, the best thing is rest, and getting somewhere warm and dry and taking it easy. Now, is that possible? Sure, I can just take my winters in my country club in California. No, it's not possible. Well, like I said, I'm real sorry. Yeah, well. ما زي انتوا سمعتوا ده مرض معدي بيجي عن طريق الهواء. فاكرين توماس داونز خالص بتاع المزرعة؟ بصوا، هو كحف في وشه. بعد لما كحف في وشه نقله المرض عن طريق الهواء، فكحف في وشه. لو تاخدوا بالكم في الفيديو اللي فات، المفروض يتعرض لكم دلوقتي على الشاشة، اللي هو كحف في وشه. فهو وكمان توماس داونز كان مريض بالسل. فهتلاقوا دلوقتي توماس داونز اصلا وشه احمر بنفسجي كده، بنفس علامات السل بالظبط. فهو الكلام ده بقى ايه يعني؟ المرض ده بيجيلك ساعات ما بتعرفش تتنفس كويس، بتكح كتير. فللاسف ده اصاب برئة ارثر مورجان، وللاسف خلاص ناقص له اسابيع ولا شهور قليلة وهيموت فيها. دوتش قال لارثر مورجان البينكرتونز عايزانا، احنا محتاجين فلوس وعايزين نروح مكان تاني خالص علشان نروح. وبصراحة انا بقترح عليك ان احنا نروح مكان قريب من انسبرج، وكمان خد معاك تشارلي سميث، وروحوا استكشفوا المكان ده. ولو المكان ده آمن لينا، حاولوا تبعتوا لنا بريد كده ونلقوا على طول. واخيرا ارثر مورجان تشارلي سميث بيلاقوا المكان، وبيكون اسمه بيفر هولو قريب من انسبرج. ولكن بنكتشف مالي إيشيا حبيبي دوتش فاندرلاند خانتهم، وقالت لكل بقى عبد بينكرتونز احاديثيات العصابه. تطلع واحده من العصابه اسمها سوزان جريمشا وبتقتلها. طبعا دوتش فاندرلاند بيتاثر مع الموضوع شويه، وبتقول لهم انتوا حمير، انتوا مش عارفين قواعد العصابه، اللي يخون يموت. و chapter 5 كده تقريبا بينتهي وبس. يعني chapter 5 انتهى بطريقة حزينة جدا، و chapter 6 هيبدأ بطريقة حزينة برضو. وإياك تمشي يا صديقي، أنا هعمل لك مفاجأة النهاردة، وهنبدأ chapter 6 بيفل هولو مع بعض النهاردة. يلا يا عم زلط، علشان شابتر 6 وشابتر 5 كده مع بعض عشان نقرا على السريع. بس قبل ما نبدا انا بحب اقولك على حاجه. ده رينت فول تعرفنا عليه في شابتر 4، بس انا حذفت المقطع معلش، نسيت احطه في الفيديو. والتاني ده بيكون ابنه اسمه ايجل فلايز، برضو هنعمل معاهم شويه مهمات كده، بس معظم المهمات انا مسحتها يعني، ومفيش غير مهمه او مفيش غير مهمات خالص. فيعني هنتعرف عليهم اكتر يعني في الموضوع، فان شاء الله يعني تفهموهم اكتر. فيلا نبدا شابتر 6. بعد لما ارثر مورجان قابل سيدي ادلر وابيجيل مخصوص علشان يساعد جون مارستون، ابيجيل المجنونه كانت عايزه تيجي معاهم مخصوص وتقتل البوليس عشان تهرب زوجها. فطبعا هم موافقوش، وقرروا يروحوا الجزيره اللي فيها البوليس. والجزيرة دي بالمناسبة بيكون فيها المسجونين بيبقوا مثلا ايه، بيحفروا للنباتات، بيزرعوا مش عارف ايه. فالجزيرة معمولة للناس المساجين عشان البوليس بيرعاهم او مش بيرعاهم، بيقفوا عليهم علشان يزرعوا مش عارف ايه الكلام بتاع الفلاحين ده، وهم كأنهم مهندسين الزراعة. فاهم الكلام ده؟ معرفش ازاي ريد ريديمشن 2 عملت كده، بس اوكي يعني. لما وصلنا بقى الجزيرة لقينا واحد بوليس هفق كده، فخدنا معانا كده حاجة زي الرهينة. فقررنا نعملها زي مثلا ايه، البوليس مثلا قدامنا، يعني كل بوليس ينزل سلاحه علشان نروح عند القلعة اللي هناك دي خالص. وبعد كده نستفسر بقى فين جون مارستون ومش عارف ايه، عشان لغاية دلوقتي احنا مش شفناش جون مارستون، مش عارف بقى عملوا فيه ايه والله. بعد لما وصلنا للحصن بقى سألنا عند رئيس الكلام ده كله، بس قال له في سين دينيس. فقلنا اوكي، فين بقى جون مارسون؟
معظمهم قالوا ان هو مش في جدول العمل بتاعه النهارده، يعني النهارده كان في اجازه وهو في السجن بتاعه دلوقتي. فهو قالوا طب لو طلعت وشك الكلام ده، شايفين الراجل المحترم ده هنفرتك دماغه دلوقتي. فهو قالوا خلاص حاضر حاضر. فهو خلى البوليس ده خلاه يعد من 1 ل60 ثانيه. فاخيرا طلعوا لنا جون مارستون، يعني ما اعرفش ايه التاخير ده كله والله. وبتقلب مجزره ما بين البوليس وارثر مورجان وسادي ادلر وجون مارستون. واخيرا بنرجع للعصابه، وتقريبا لغايه دلوقتي تاني موقف في الفيديو كله ان يثبت ان داتشي ده راجل حقير وزباله، وبيسلم نفسه لاي حد يا دوبك هو بينفذ له شويه يعني اوامر. يعني داتشي ده مسلم جسمه وعقله لمايكا، ومايكا بيتحكم فيه. يعني بالظبط داتشي ده كأنه عامل انسان آلي، ومايكا بيتحكم فيه بأوامر بالظبط. فيعني انا معرفش ده. فهو داتش بيقول اللي قيمته عبط وتخلوا البينكرتونز يعني هيجروا ورانا ومش عارف ايه. فانتوا يعني ما ينفعش اللي انت عملتوه ده، وعمال متعصب بقى ومش عارف ايه ده. فجون مارستون عمال يزعله وابيجان عماله تزعله. فخلصت الموضوع ده يعني على ان داتش قال اللي انتوا حمير. وبصوا مايكا اصلا بيبص له ازاي. يعني اصلا بالمناسبه دي داتش مربي ارثر مورجان هو عنده 15 سنه، ومايكا بيل ده تقريبا منضم للعصابه ده من 3 سنين بالظبط. فانا معرفش بصراحه داتش ده بيفكر في ايه. داتش فاندرلاند بيقابل كورنوول فيس تو فيس بدون خوف. فبيقول له بص اعرفك على صديقي ارثر مورجان، اعتبرني كل مره سايكو قليل الذوق قليل الادب كل مره. بس انا جاي لك كده هقول لك كلام ممكن ما تعرفوش كويس. انت قتلت وانا قتلت، انت سرقت وانا سرقت. ما اعرفش بصراحه هو كورنوال قتل مين وسرق مين، بس اوكي يعني تقريبا من كل الغنى ده. يعني في فيلم بنك الحظ الست دي في ست كده بتقول اللي اكيد ابو غني يا اما حرامي يا اما جاسوس. ما اعرفش ده فعلا حرامي وجاسوس ولا، بس اكيد يعني كده فاهم. قمر بدر قمر قمر يا طنط. إلا قول لي، هو أبوك لسه حرامي بياكل مال الغلابة ياض؟ حضرتك ليه يا طنط كل ما بتشوفيني بتقولي لي الكلام ده؟ ما أصل اللي عنده فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جاسوس. انت ابوك جاسوس ولا؟ ميرسي يا طنط، كتر خيرك تسلمي. يلا بينا. فهو قال له بقول لك يا كورنول، انت ايه رايك تديني سفينه دي او قارب ده مقابل 10,000 دولار؟ فهو كورنول ضحك بكل سذاجه. فقال له ها انت متاكد من اللي انت بتقوله ده يا راجل انت؟ بصوا بقى عمل ايه، قتله على طول يعني بدون مفاوضه على طول. فبتقلب مجزره طبعا دايما. كورنول اصلا جثته وقعت في الميه ما اعرفش بقى. وبتقلب مجزره ما بين مايكا بيل وارثر مورجان ودوتش فاندرلاند، ما بين البينكرتونز كلهم. بعد كده داتش فاندرلاند جمع سادي ادلر وارثر مورجان بخصوص موضوع كولمو دريسكول. كولمو دريسكول بيحصل فيه ايه؟ كولمو دريسكول دلوقتي المفروض يتحكم عليه بالمشنقه حرفيا، بالمشنقه حرفيا، انا مش بكذب والله. فداتش فاندرلاند قال بص انا وانت يا ارثر مورجان هنلبس في لبس لومن يعني رجال قانون، وسادي ادلر هتلبس لبس اميره اكوين فاهم، علشان نخدع الأودريسكولز ورجال القانون. وهو بص يعني ده لبس رجال القانون اللي هيلبسوه، وزادي أدلر هتلبس. Okay. Come on. فبيكونوا كده 2 من الأودريسكولز عمالين يهزروا مع بعض بقى فاهم، فبيعملوا لبعض ريلاكس فاهم. فهما بقى الاتنين يعني منظورين جدا يعني باينين جدا اللي هم ادريسكولز. فهم كانوا عمالين يشاوروا على الروف فوق. فداتش فاندرلاند وارثر مورجان خدوا بالهم من الموضوع ده، فقالوا اكيد في حاجه فوق. فقرروا يطلعوا ويشوفوا ايه اللي فوق. وكانت في ناس عماله تتكلم بخصوص موضوع كلمه دريسكول، وطلع الناس دي من دريسكولز، وكانوا عاملين فوق سنايبر علشان السنايبر ده يشوط الحبل المشنقه ويخرج كل دريسكول. وطلع كل دريسكول مش اول مره يتحكم عليه بالاعدام، ده كتير جدا، وباونتي هانترز كتير قوي هم فعلا جابوه وبالفعل اللي هو يعني هربوه بالطريقه دي.
وبالفعل طلع في سنايبر فعلا، وفي راجل هجم على ارثر مورجان وكان عايز يقتله، عشان الراجل ده كان السنايبر المفروض يقتل او يضرب الحبل المتين بتاع كل مدرسكم. وبتحصل كده شويه مجزره فاهم، وشويه فاهم يعني سسبنس كده، وفي الاخر يعني المفروض ارثر مورجان المفروض يكسب يعني في الاخر. وبالفعل بنشوف كل مدرسكول على حبل المشنقة، وفي اتنين كده من الدريسكولز داتش فاندرلاند وسالي ادلر بيثبتوهم بالبتاعة دي. فكل مدرسكول بيشوف وبدأ يتوتر، يشوف داتش فاندرلاند وسالي ادلر، وبيشوف على السنايبر بيشوف ارثر مورجان وهو بيعمل له باي باي يعني خلاص نهاية الوداع. وبنشوف هو بيتعدم واخر نفساته الاخيرة، وخلاص هيموت يعني خلاص ولا في قتل تاني، واخيرا خلاص هيموت بعد 1 2 3. Now you know how it feels to watch somebody you love die. You ruined my life. وبيحصل شوية برضه سسبنس كده ما بين القتل ومش عارف ايه. وسادي ادلر بتتجنن شوية عشان طبعا احنا عارفين قصتها في شابتر 1، اللي هي طبعا كانت عايشة حياة أسرية مع زوجها العزيز في قريب من كولتر، وحياة جميلة بس فرنش وجميلة خالص، بس بيطلع عليهم مدرسكولز وبيقتلوهم وبيسرقوا الرانش ومش عارف الكلام ده فاهم. فطبعا انا انت هدمت حياتي فاهم. فبعد الكلام ده يعني بنشوف جثة كل مدرسكول وهي مشنوقة وعينيها طالعة لبره غريبة كده وبس. واحنا لما كنا بنعمل مهمة مع ايجل فلايز رينز فول، كان في بريد مهم في مصنع كول وور كنا لازم ناخده. فجأة لقينا ارث مورجان وقع على الارض بسبب مية جت في وشه، فالمفروض داتش فاندرلاند كان معاه. ما تبص بقى يعني خلاص هو خلاص ما بين الحياة والموت، داتش فاندرلاند مشي خلاص، داتش فاندرلاند مشي. فمين اللي ضحى بقى في حياته علشان يجي تخيلوا؟ ايجل فلايز ضحى بحياته. يعني اصلا ايجل فلايز اصلا ما عاشرهوش غير مثلا تقريبا كام شهر. والمشكلة يعني كولونيل فيفرز الكولونيل بتاع كل الكلام ده بقى ايه، مسكهم وضرب طلقة في ايجل فلايز وهو بينزل جامد جدا. Fool! Come on! You saved my life more than once. To give mine for yours, it's as it should be. Come on! We need to go. بعد كده كطبيعة اي واحد طبيعي عادي ارثر مورجان بيواجه داتش فاندرلاند في وشه، يقول له انت سبتني وانا كنت ما بين الحياة والموت. قال له انا ما شفتكش اصلا فاهم. فارثر مورجان اتخرس مش عارف يرد عليه ازاي. هو ده نفس الشخص اللي رباه وهو كان عنده 15 سنة، ده برضه نفس الشخص اللي رئيس العصابة، فهو اتخرس حرفيا. ارثر مورجان قال لداتش بقول لك ايه، احنا عايزين نعمل عمليه سطو على اقطار، ودي تكون اخر عمليه ما بيننا خالص، وكل واحد يشوف طريقه بقى، عشان جون مارستون هيشوف بقى رانش وانا هشوف بقى مكان بعيد خالص. بدأ شاندرلاند وافق على كلامه وبدأوا عملية السطو. واحنا بنوصل عملية السطو على القطار، جون مارستون بياخد طلقة في كتفه، وفداتش فاندرلاند بيقول لا 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 عادي يا جماعة، سيبوا جون مارستون ده عليا انا ومايكا بيل وهنجيبه ما تخافوش. بعد ما بناخد الفلوس وبنهرب من القطار، داتش فاندرلاند ومايكا بيل للأسف بيقولوا لنا ان جون مارستون ما عملهاش، للأسف مات. وطبعا كل زعل علشان كان تقريبا كلهم بيحبوا جون مارستون. ونرجع واحنا راجعين بنقابل تيلي جاكسون وهي ماسكه جاك مارستون، وبتقول ان ابيجال روبرت او ابيجال عامه اللي هي اتخطفت من البينكرتونز، وطبعا يعني كلنا لازم نساعدها. بس داتش ده تقريبا رابع موقف لغايه دلوقتي معانا في الفيديو، قذر، ده راجل قذر. عمل ايه بقى؟ قال لا احنا خطر علينا كده، الله يا رجاله نمشي. سادي ادلر طبعا هو سادي ادلر هي وارثر مورجان هما اللي بيساعدوا ابيجال. واحنا بنهرب ابيجال، للاسف اندرو ميلتون بيطلع لنا وهو بيقول لنا بيثبتنا بالمسدس وبيقول لنا انت بتعمل ايه هنا ومش عارف ايه وكده. بس فجأة ابيجال روبرتس بتقتله بالمسدس بطريقة جامدة أوي بصراحة، يعني انا بحيي ابيجال روبرتس بصراحة. بس واحنا بنصارح ابيجال ان جون مارستون اتقتل
زعلت جدا وكانت منهارة جدا. بس بنضطر ان احنا بنقول لها على مكان جون مارسون وبنرجع للعصابة تاني عشان ناخد فلوسنا. لما بنرجع علشان ناخد فلوسنا، مايكا بيل بيعصب ارثر مورجان وهما الاتنين بيرفعوا على بعض السلاح. بس تقريبا ده رابع مرة ولا خامس مرة ان يثبت داتش فيندرلاند ده راجل قذر، وكل الصفات الوحشة منطبقة عليه. جون مارسون طلع عايش وقال له انت خذلتني فيك، انا كنت باثق فيك وكان ولائي كله ليك. فدلوقتي ارثر مورجان بيسأل عن الولاء، مين ولاؤه لمين، وداتش فاندرلاند برضو بيسمع عن الولاء. بس بنتفاجئ ان البينكرتونز جم لبعض، وداتش داتش فاندرلاند او مايكا مش عارف ما شفتش قتلوا سوزان جريمشاو وفيرس كويلا وداتش فاندرلاند ومايكا بيل وبيل ويليامسون بقوا كلهم في فرقة واحدة، وارثر مورجان وجو مارسون بقى في فرقة واحدة بس. وبعد كده يعني كلهم باعوا بعض حرفيا. فلما البينجرز حصل ضرب نار، جو مارسون وارثر مورجان جريوا عن الكيفز. وبعد كده في الاخر خالص ارثر مورجان تعب وعي من كتر الجري وضحى بنفسه علشان جو مارسون يعيش. قال له عيش انت مع اسرتك وابني رانج وانا هضحي بنفسي. بعد كده لما ضحى بنفسه وراح لمايكا بيل، مايكا بيل ضربه وطحنه. بس وهو بياخد السلاح من ارض جون مارسون عشان يأذي مايكا بيل، داتش حط رجله على ايد ارثر مورجان خلاص، وهو خلاص هيمسك السلاح وهيقتله. فداتش فاندرلاند بيقول لمايكا انا انقذتك، ومايكا بيل بيقول يلا احنا اللي كسبنا يلا نجري. فارثر مورجان بقى بيقول لا محدش فيكو كسب، ولا انت ولا هو، جون مارستون هو اللي فعلها. بعد كده لما هما الاتنين مشيوا، ارثر مورجان هو اتزحف غاية على حافة الجبل، وبنشوف شروق الشمس وهو بيطلع الدنيا بتشقشق، وارثر مورجان بيتنفس اخر انفاسه وللاسف بيموت. النهاية أثرت فيا والله، ولكن دي مش النهاية والله، لسه في فيديو جاي وده بيقول النهاية فعلا. عشان انت في نهاية اللعبة خالص انت بتلعب بجون مارستون اصلا. فما تخافوش يعني كمان اسبوع كده هنزلكم فيديو وهي بس. يعني عايزكم تقولوا لي في تعليقات اللعبة حلوة والنهاية حلوة لا، بس طبعا دي مش نهاية والله، دي نهاية اللعبة. فبس يا جماعة يلا سلام.